ورجعت لكم بفيديو جديد على قناة مختصر الأفلام. قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم وهم قاعدين بيتفرجوا على مسرحية. فجأة جت مجموعة ناس بتجري وبتصرخ بيقولوا إن مخزن للألعاب النارية ولع. كله قام جري من المسرح قبل الكارثة ما تحصل، بس جيسون اتساب لوحده في المسرح عشان أبوه كان بطل العرض ولسه واقف على المسرح وقت ما النار مسكت فيه. فجأة جيسون اتضرب بانفجار جامد واتحدف بعيد وهو على الأرض ومجروح بيبص حواليه وهو مذهول. شاف أبوه بيتحرق بالنار قدام عينيه وما قدرش يعمل حاجة. بعد سنين مذيع في التلفزيون أعلن عن ظاهرة فلكية نادرة، اصطفاف ثلاثي للكواكب، حاجة بتحصل مرة كل 700 سنة. المريخ وزحل والمشتري هيبقوا ماشيين في نفس المجال المغناطيسي الليلة دي، وده هيعمل عاصفة برق ورعد رهيبة. جيسون بقى شاب دلوقتي وبيخطط يسافر أمريكا عشان يشتغل ترز وياخد حبيبته معاه، بس أبوها مستر ساجين مش موافق على العلاقة دي ومستنيهم علشان يهجم على جيسون لما يقابل بنته. لما جيسون قابلها أبوها ضربه وطلب من بينسي ترجع البيت وقعد يقول لها إنه هيجوزها لواحد تاني. بعد الإهانة دي جيسون رجع البيت وهو متبهدل ولبس لبس بابا نويل علشان يروح يقابل حبيبته ويعرف منها إذا كانت فعلا اتخطبت لواحد تاني ولا لأ. وأثناء ما كانوا بيتكلموا سمعت صوت عربية أبوها جاية وكان معاها أنيش اللي المفروض يبقى خطيبها الجديد. أول ما جيسون عرف إن بنسي فعلا هتتجوز غيره اتجنن. بنسي طلبت منه يستخبى تحت السرير علشان أبوها ما يشوفوش. وفي نفس الليلة شيبو اكتشف إن أوشا الست اللي كان بيحبها من زمان انفصلت عن جوزها وراح يزورها، لكنه ما قدرش يقرب منها وقعد يراقبها من بعيد وهو بيسترجع ذكرياته معاها وهم صغيرين، رغم إنه كان بيحبها جدا بس عمره ما اعترف لها بحبه، خصوصا وأبوها كان بيمنعه يقرب منها. وبنرجع لجيسون بعد ما بنسي وأنيش مشوا من الأوضة، لبس الماسك تاني وقعد يراقبهم وهو قلبه بيتقطع. افتكر أول مرة حبها زمان في المدرسة ولما شافها دلوقتي بتبتسم لغيره حس إنه اتخان واتجرح. شال الماسك وقال لها أول ما تلاقي حد أغنى من خطيبك هتسيبيه برضه. وفجأة ظهر أبوها بمسدس وشاور بيه على جيسون حاول يهرب بس صاعقة برق نزلت عليه فجأة، وفي نفس اللحظة شيبو كمان اتضرب بالبرد. ساجين اللي شاف الموقف كله اتخض وخاف وخلى رجالته يشيلوا جيسون ويودوه المستشفى. وفي المستشفى الدكتور حاول يفوق بانعاش وهربائي وبعد شوية جيسون فاق، لكن شيبو قعد غايب عن الوعي لحد تاني يوم الصبح. شيبو رجع بيزحف لبيته واول ما دخل الاوضه وقع تاني. الدكتور اورينو قال له ان لما حد يتضرب بصاعقه جسمه بياخد طاقه كهربائيه فظيعه ممكن تسبب باضرار كبيره، لكن جيسون كان محظوظ ما عندوش اصابات خطيره بس عنده ندبه على صدره وحاسس بشويه تعب. وهو لسه في المستشفى ادوا له حقنه وجابوا له سيخ حديد علشان يعصره بايده اثناء الحقنه، لكن ضغط عليه بقوه لدرجه انه خبط السيخ وعوجه. بعد كده ودوه لغرفه الاشعه ولما لمس الاجهزه حصل انفجار كهربائي خلى الاجهزه كلها باظت. شيبو لما فاق جسمه كان بيتهز بطريقه مش طبيعيه واهتزازاته خلت البيت كله يتشقلب. جارته فارت كانت هتطير من الرعب وجريت صحيح قبل ما البيت ما يقع على دماغهم، بس لما خرجوا للجنينه كل حاجه هديت فجاه كأن مفيش حاجه حصلت. جيسون رجع البيت لقى عيلته مستنياه وشاف اخته بتتشتم من جوزها علشان الغداء يتاخر، واثناء ما هو كان واقف متضايق لمح دعوه فرح بنسي وانيش وحس ان قلبه بيتقطع. اخته جازمي ادته شويه دهب كانت مخبياه من جوزها وقالت له يبيعهم عشان يساعد نفسه، بس بتحذره انه ما يقولش لجوزها حاجه لانه ما يعرفش. وفعلا باع الذهب وراح يكلم بيجي واتفاجئ بيها بتطرد انيش من بيتها لما جه زيها الفرح من بينسي. فرح جيسون لما شافها واتفقوا يتكلموا عن اوراق سفره لامريكا، بس فجاه جيسون حس انه بيتخنق من السعال، جري على الحمام ولقى ماده رماديه غريبه طالعه من بقه. خاف ولا اكيد البرق عمل له حاجه مش طبيعيه. الليل جه وحواس جيسون بقت شغاله زياده عن اللزوم لدرجه انه مش قادر ينام من صوت ساعه الحيطه. حاول يفتح الشباك لكنه دمر الحيطه بالغلط. ابن اخته شافه وقعدوا يكلمه وهو مصدوم، ولما حاول يقفل حنفيه الميه علشان بتسرب خبطها وكسرها، ولما جري عشان ما يتبلش خلع باب الحمام كله. تاني يوم الصبح جيسون لسه مش قادر يستحمل الاصوات العاليه، غطس دماغه في جرد الميه علشان يهدى شويه. اخته عزمها على الفطار لكن لما جوزها لقى الفطار خلص يتجنن وبدا يزعق، واخت جيسون جريت تنده على حد يلحقها. ابوهم اتدخل واتضرب هو كمان. جيسون لما شاف عيلته بتتهان اتعصب جدا وضرب جوز اخته وخبطه ورماه في البير. ابن اخته شك ان جيسون خد قوه خارقه بسبب البرق وراح يدور في مكتبه المدرسه علشان يتاكد. في الناحيه التانيه شيبو اكتشف انه يقدر يحرك الحاجات بايديه من غير ما يلمسها وكمان عنده قوه خارقه. جيسون لما سمع كده قرر يتدرب هو كمان ويكتشف مدى قوته، استخدم قوته قدام صحابه واهله. اما شيبو فكان عايز يعترف بحبه
حبه القديم لأوشا. أوشا كانت بتيجي المطعم اللي شيبو بيشتغل فيه، وبيلي مديره كان بيحاول يعاكسها رغم إنها مش مهتمة. شيبو اتعصب من بيلي، ولما جت الفرصة استخدم قوته وعلمه الأدب، وكمان راح لأوشا وصل لها شمسيتها وساعتها مع بنتها اللي كانت تعبانة جدا. بعد فترة جيسون عرف إن طلب الباسبور بتاعه اترفض، راح مع أبوه لقسم الشرطة وعرف إن السجين هو اللي منع استخراج الباسبور بتاعه، والبوليس قالوا إن في غلطة في اسم أبوه، مرة مكتوب مارتن ومرة مكتوب فاري. واتضح إن بعد الحريقة الكبيرة دي جيسون فقد الذاكرة، وفاري أخده ورباه كأنه ابنه بالظبط. لما جيسون عرف الحقيقة اتصدم واتخانق مع فاري وقال له إنه مش عايز يكمل معاه تاني. على الناحية التانية شيبو كان رايح المستشفى واكتشف إن بنته أوشا محتاجة عملية غالية أوي، ووعدها إنه هيجيب الفلوس بأي طريقة. ولما رجع البيت فاري فتح قلبه لجيسون وقال له إن أبوه الحقيقي مات بطل وهو بينقذ الناس من الحريقة. جيسون لما عرف ده قرر يمشي على خطى أبوه ويبقى بطل، ولما عرف إن فاري اتضرب من سجين قرر ياخد أول خطوة ويرجع له حقه. في حفلة مسرحية جيسون لبس ماسك ونزل وسط الناس وضرب سجين قدام الكل. الشرطة كلها هجمت عليه لكنه غلبهم لوحده ومحدش عرف هويته، وبدأ الناس يسموه سوبر مورولاي. وفي الناحية التانية شيبو سرق بنك علشان يساعد أوشا، ولما وصل المستشفى لأن أخوها داوسون دفع الفلوس. بعد كده الأخبار انتشرت إن في بطل خارق ظهر في المدينة وكل الناس كانت بتحبه، بس ابن أخته جوزي بدأ يشك إن جيسون هو سوبر مورولاي لما لقى ماسك شبه اللي لابسه البطل في أوضة عمه. جيسون فهم إن السر قرب يتكشف وقال لازم أتصرف بسرعة. في نص الكلام ده ركب باص رايح على فرح بينسي وأنيش، وبيجي خضته وقالت له تعالى احضر الفرح معايا نغيظ العرسان ونفرفش، يعني يا صديقي كيادة بمعنى كلمة كيادة. شيبو كان في نفس الوقت بيحاول يقرب أكتر من أوشا، وجيسون كان قاعد مبسوط وسط الفرح والناس. بعد كام يوم جيسون لقى فرصة جديدة إنه يطلع باسبور، بس لما راح يدور على الفلوس اللي كان مخبيها لقى إن داوسون خدهم علشان يدفع تكاليف علاج بنت أخته. جيسون اتعصب واتخانق مع داوسون، بس لما فارس شرح له الموقف حس بالندم وتأنيب الضمير. بس قبل ما يلحق يصلح اللي عمله شيبو راح لداوسون وهدده بمقص علشان يجبره يساعده يتجوز أوشا. شيبو قال له إن لما كان طفل جعان أوشا كانت الوحيدة اللي سندته، ومن ساعتها هو بيحبها أكتر من أي حد. داوسون قال لشيبو ما ينفعش تتجوز أخت غصب عنها، بس شيبو كان مصمم وخلاه يمضي ورقة موافقة، وراح لأوشا وقال لها إنه جاب إذن الجواز. وكانت أوشا مش مصدقة إيه اللي بيحصل، حاول يبين لها إنه جد لكن أوشا كانت رافضة تماما الفكرة. في الوقت ده جيسون كان قاعد حزين وبيفكر إزاي يسافر، وفكر يشتغل على مركب شحن وراح المينا وابتدى يدور، بس كان تايه ومش مركز. في لحظة عصبية خبط الصندوق برجله، الصندوق وقع معاه شوية عمال وحصلت خناقة كبيرة. البوليس جه وقبض عليه، بس جيسون استخدم قوته وهرب. رجع البيت لقى البوليس مستنيه وعرف انه بقى مطارد رسمي، والناس بدأت تتكلم انه ممكن يكون هو سوبر مورولاي بعد اللي حصل في المينا. في الناحية التانية اوشا قررت تهرب مع بنتها من شيبو، ولما شيبو عرف يتجنن اكتر وقرر يستخدم قوته علشان يدور عليها بقى مهووس بيها ومش شايف قدامه غير انه لازم يتجوزها. في حفلة توزيع الجوائز في المدينة جيسون كان ناوي يظهر قدام الناس علشان ينظف سمعته، وبالفعل لبس ماسك سوبر مورولاي وطلع وسط الناس وقال لهم انه موجود علشان يساعد المدينة مش عشان يأذيها. الناس فرحت بيه، بس فجأة شيبو ظهر وكان لابس لبس غريب وابتدى يستخدم قوته قدام الناس. شيبو اعلن قدام الكل ان هو كمان عنده قوة خارقة وانه مش ناوي يسيب المدينة لجيسون لوحده، وحصلت مواجهة ضخمة بين الاتنين، ضربوا بعض بعنف، الكهرباء والانقاض طارت في كل حتة، الناس جريت مرعوبة والمدينة اتقلبت ساحة معركة. شيبو اتهم جيسون انه سرق منه حياته وكمان حب حياته وفرصته انه يكون سعيد. جيسون كان بيحاول يهديه، بس شيبو كان فاقد السيطرة على نفسه، وفي لحظة جنونية شيبو استخدم كل قوته وضرب جيسون ضربة كانت ممكن تقتله، لكن جيسون اتفاداها بصعوبة ووقعوا هما الاتنين من فوق مبنى عالي. في اللحظة دي جيسون افتكر ابوه الحقيقي واللي علمه ان الشجاعة الحقيقية مش في القوة بل في الرحمة. قرر ما يدخلش معاه حرب ووقف قدامه وقال له مش هقتلك يا شيبو حتى لو هتموتني. شيبو اتلخبط وكان باين عليه انه مش قادر يكمل القتال، وفجأة صاعقة برق جديد ضربتهم هما الاتنين. بعدها جيسون صحى لقى نفسه وسط ناس كتير حواليه بيهتفوا باسمه، بس شيبو اختفى محدش عرف راح فين وكأن الارض بلعته. جيسون رجع لبيته ولقى اخته وعيلته مستنيينه وفخورين بيه، وجوزي ابن اخته قال له انه فخور انه قريبه. جيسون قرر يفضل في مدينته ويساعد الناس ويبقى رمز للامل. سفريته لامريكا اتلغت، بس كان مبسوط انه لقى هدف اكبر من حلمه القديم. وكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي، ونتقابل في مختصر فيلم جديد.